السلام عليكم، أهلًا وسهلًا بكم، مرحبًا في فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا بخير نتوما تشوفوا في هذا الفيديو، رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير. إذًا في فيديو اليوم راح نعمل تحلية سهلة وسريعة وما نحتاجوش المقادير بزاف، راح نستخدموا فقط يعني التمر والموز واللوز ومسحوق كريم كراميل. ممكن تستبدلوا مسحوق الكريم كراميل الفلان تاع الكراميل. إذا أنا استخدمت نصف لتر من الحليب أو 500 مليلتر. بالنسبة للتمر استخدمت 10 حبات نتاع التمر و7 لوزات وموزة. إذا أول شي حطيت الماء يدفى، ندفيه برك ما نسخنوش بزاف، وبعد ما يدفى نزيدولو هذه المقادير. هذه التحلية مليحة بزاف خاصة للسحور، مغذية وتحتوي على عناصر غذائية تمد الجسم بالطاقة وتخلينا نحسو بالشبع طول اليوم. إذا بعد ما طحنت اللوز والتمر ضفت الموز، وراح نزيد نضيف مسحوق الكريم كراميل. أنا ضفت المسحوق فقط، ما ضفتش الكراميل اللي موجود معاه في العلبة. بعد ما نطحنهم مليح نصفيه ونعاود نرجعو على النار حتى يعني يفيضوا ويغلى تغلى هذه المكونات. إذن مثل ما قلت يعني هي مفيدة جدا هذه التحلية، تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للجسم، فالموز فيه الكالسيوم، التمر غنية بالكربوهيدرات وفيتامين ك وفيتامين باء اللي يعني يقينا من الزهايمر. بالنسبة للوز أيضا مفيد جدا للجسم، يعدل مستوى الكوليسترول في الدم، مليح للرؤية للقلب، ينظم الضغط نتاع الدم نتاع الجسم. إذن فيه فوائد عديدة. إذن راح نصفيو التحلية، اللي يحب يعني ياكلها بالقشور نتاع التمر واللوز يخليه، اللي ما يحبش يصفيها. أنا حابة يعني تعجبني مصفية حتى يعني نحس بالتحلية كي نكون ناكل فيها نحس لها ناعمة ورطبة. إذن راح نصفيو الكمية كاملة ونرجعو على النار حتى يغلى، حتى نشوفو فاض. إذن الآن بعد ما صفيت التحلية وصارت جاهزة باه نحطها على النار تغلى، كي تفيض نحيها. راح نستمر في الخلط باش ما تلصقليش في القاع نتاع الكاسرونة. إذن بعد ما غلات وفاضت راح نحطها في لي فاغين هادو. ممكن تستخدموا أي كؤوس عندكم، أنا جبدت على أساس 4 إذا يعني الكمية جات في حدود 3 فقط. إذن بعد ما ذقتها لقيتها حلوة بزاف، حبيت ننصحكم إذا استخدمتيو أيضًا نصف لتر من الحليب حاولوا تقلّلوا من التمر باش ما تجيش حلوة بزاف، حطوا 7 تمرات مثلًا أقل من 10 لأنه جات حلوة يعني نوعًا ما شوية زايدة. إذن الآن نخليوها حتى تبرد وتاخد درجة حرارة منخفضة ونحطوها
الثلاجة تبرد لمدة حوالي ساعة تكون جاهزة. أصلًا هي الآن يعني قبل ما نحطها في الثلاجة رجعت متماسكة، يعني تزيد تبرد ساعة وترجع جاهزة للأكل. إذًا ننصحكم تجربوا هذه التحلية مفيدة جدًا، غنية بالفيتامينات، بالمعادن اللي تمد الطاقة للجسم وتخلينا نحسوا بالشبع وما نجوعوش خلال النهار تاع رمضان. أنا زيّنتها بقطع نتاع الفراز، نتوما زينوها بأي شي عندكم، ممكن تزيدوا تزينوها بالموز مثلًا أو باللوز. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، إذا خليتيو لي لايك نعرف بلي الفيديو عجبكم. وهكذا في نفس الوقت راح يخرج الفيديو، كل ما حطيتيو لي لايك كل ما الفيديو خرج باش يشوفوه ويتفرجوا فيه الناس. إذا الآن راح نقطع قطعة ونشوفوا كيفاه جات الداخل. الصراحة جات متماسكة مثل ما تشوفوا، يعني طرية بزاف وكبيرة. إذا شكرا على المشاهدة، نلتقي في فيديو جديد. نقول لكم مع السلامة. وإذا كان ما اشتركتيش ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد.